مساء الخير عليكم، عاملين ايه احلى ناس؟ اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل غدا سريع، عدس وجنبه رز، وفضلة خيركم انا كنت عامله مخلل الخيار. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. معايا حله كده، هحط ميه مش كتير خالص سوري. هحط نص ملعقه، ربع ملعقه كركم، ونص ملعقه شطه حمراء، وتوم وجنزبيل الملعقه الصغيره دي البلاستيك دي، وملح، وظبط الملح بتاعك، وطماطم صغير، وهخليه يغلي. وبعد كده انا عملت نص كوبايه من العدس الاصفر، غسلته بس ما نقعتهوش، وهحطه على نار واطيه واخليه لغايه لما يطيب. بعد كده هنعمل الطشه بتاعتنا. بعد ما تطيب خالص هتحط شويه زيت حلوين، والتوم انا مقطعهم مش هرساهم، مقطعهم ناعم كده، زي هنعمل الطشه بتاعت الملوخيه بتاعتنا والباميه. ولقيت هنا الزيت مش كفايه، فحطيت شويه تاني. المهم اقعد اقلب لغايه لما يبتدي ياخد لون. بعد كده هحط ملعقه صغيره او نص ملعقه من الكمون الصحي، وتشمي الكمون كده. بعد كده تطشي العدس بتاعنا، وكده هيكون جاهز. بعد كده انا كنت ناقع الرز، غسلت نص كوبايه برضو من الرز الابيض، ونقعته شويه، يعني شويه حلوين، قولي نص ساعه. وجبت الحله، خليت الميه تغلي، وهحط فيها شويه كمون صحيح وشويه ملح مش كتير، واظبط الملح. خلي الميه تغلي وخلي الكمون كده يغير مع الميه. بعد كده اجيب الرز انا كنت نقعاه ومغسلاه، هحطه عليها، وهخلي الرز لغايه دي الطريقه بتاعت البرياني. اقعد كل شوي، هو في الاخر لما يطيب لوحده هيطفح كده على السطح، فهتعرف ان هو اوريدي طاب. فاقعد اقلب كده، وبعد كده هصفيه من الميه بتاعته، وبعد كده ارجعه عادي. يعني انتي شوفي ايه الحبه بتاعته بتبقى ناعمه. فطبعا هو بياخد شويه كده وقت. كده هو طاب هنا، فادي كده صفيت منه الميه. وطبعا ممكن تاكلي العدس برضو بعيش لو مش عايزه رز. وادي ده كان الغدا بتاعنا سريع، ما خدش وقت، حوالي 20 دقيقه كان جاهز. اتمنى ان هو يعجبكم، ولايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل لغايه لما نلتقي فيديو جديد ان شاء الله.